السلام عليكم. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه كيتشن شيماء. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم ميني دونات كيجيو مزيونين بزاف، كيجيو مفشفشين، واهم حاجه انهم ساهلين وما كيديوش معنا بزاف الوقت. ما نحتاجو لا نخمروهم اولا نعجنوا العجينه وتدينا الوقت. يعني هاد ميني دونات هادو كيجيو ساهلين، طريقتهم سهله، حتى المقادير ديالهم بسيطه، وكيخرجوا معنا واحد الكميه اللي مزيانه بزاف، ونقدروا نعملوهم يعني كمشروع، لان الثمن ديالهم كيكون واحد الثمن جد مناسب. ان شاء الله ان الفكره تنال الاعجاب ديالكم. خليكم معايا للاخر ديال الفيديو. غنحتاج بيضه تكون بحراره المطبخ، غادي نضيف عليها واحد الساشي من سكر فاني، وغادي نضيف نص كاس ديال السكر. غادي نخلط هاد المكونات في الاول مع بعضياتهم غير بالطراب اليدوي، نحركوهم مزيان حتى نشوفوا السكر بدا كيذوب. وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت ونكمل في التحريك، ومن بعد غادي نضيف نص كاس ديال الحليب. الحليب يكون حتى هو بحراره ديال المطبخ، يعني ما نجبدوش من الثلاجه ونخدموا به. نحركوا هاد المكونات مع بعضياتهم ونبداو كنضيفوا الدقيق. بالنسبه للدقيق فغادي نبدا كنغربل، وغادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. ما غاديش تدي معايا بزاف ديال الدقيق، ولكن نضيفو غير شويه شويه، ما نضيفوش دفعه واحده. وضفت واحد كيس خميره ديال الحلويات 8 ديال الغرام. غنبدا كنخلط. وبالنسبه للدقيق كيف ما قلت لكم غادي نبدا كنضيفو غير شويه بشويه، باش ما نضيفوش يعني في مره واحده وتقصح لي العجينه او لا يقصح لي الخليط. غادي نكمل في اضافه ديال الدقيق، وغادي نوريكم الخليط في الاخر كيفاش خصو يكون. يعني ما خصوش يكون ثقيل بزاف، وفي نفس الوقت ما يكونش خفيف بزاف. كيف ما كتشوفوا هنايا فانا كنخلط بالطراب اليدوي. وهاد الكميه هذه اللي عملت، فانا عملت معكم كميه صغيره. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا خصو يكون على هذا الشكل هذا. هنايا انا غادي نحتاج لهاد الاله هذه ديال ميني دونات. هاد الاله هذه هي يعني كهربائيه، سهله في الاستعمال ديالها، ماشي صعيبه، سهله بزاف. اهم حاجه ما كتديش معنا بزاف الوقت، يعني 5 دقائق 4 دقائق كيكونوا طابوا الميني دونات ديالنا واجدين، ما فيهم لا تخمار لا عجينه، ما فيهمش تماره بزاف. خصوصا ان لا جا عندك شي واحد يعني من العائله، او لا كنتي خارجه شي خارجه مزروبه، او لا انك تبدا بمشروع ديالك بهم، فهي سهله بزاف. غادي نشاركها معكم اليوم. كيف ما كتشوفوا فخليتها كتسخن ودهنتها بالزيت، يعني دهنتها بالزيت باش نتفادى انهم يلصقوا معانا. بالنسبه لهاد الملعقه هذه اللي كتكون خاصه بالكلاص، فانا كنستعملها باش كناخذ نفس القياس كنعملو هنايا. اولا غادي تاخذوا غير ملعقه عاديه وتعمروا يعني هادوك الميني دونات اللي كاين في الماكينه. صافي كنعمروهم كاملين. وبالنسبه يعني الماكينه فدهنتها بالزيت كيف ما شفتوا من قبل. وغادي نغطيهم ملي عمرتهم، غادي نغطيهم وغادي نخليهم تقريبا واحد 4 دقائق عاد كنفتحوا عليهم. بالنسبه هنايا كيف ما كتشوفوا يعني هاد الاله هذه كتساعد بزاف. والوقت اللي غادي نحتاجو اننا نخمروا العجينه كتدي لنا بزاف د الوقت، والفران ومع الحراره دابا، فهاد الماكينه هذه كتسهل، يعني كتسهل علينا بزاف. وكيف ما قلت لكم كاينه يعني تقدر تعمل منها مشروع. غادي نعطيكم حتى الاثمنه اللي تقدروا تبيعوا بها هاد الميني دونات هادو. كيف ما كتشوفوا هنايا ملي كيوجدوا معنا يعني ما كتديش بزاف د الوقت، صافي كيوجدوا معنا. انا فيها 12 حبه، يعني كتعطيني 12 ميني دونات في 12، يعني غادي تعطيني واحد البيضه فغادي تعطيني تقريبا 24 حبه. يعني من ديك المقادير اللي عملت انا، ديك الكميه اللي صغيره غادي تعطيني 24 حبه. وتقدروا يعني نتوما تبقاو تضاعفوا المقادير اذا كانت عندكم شي طلبيه، تقدروا تضاعفوا المقادير. صافي من بعد ما كيوجدوا معنا كيف ما كتشوفوا فكيجيو مزيونين، كيجيو في الشكل ديالهم مزيونين وحلوين صغارين، ميني دونات وساهلين وما كيديوش الوقت بزاف. هنايا غادي نبدا في التزيين ديالهم. بالنسبه للتزيين كيف ما قلت لكم، بالنسبه للتزيين فهنايا غادي نزين بالحاجات اللي عندي متوفرين في الدار.
غادي نزين بالشوكولاته السوداء بديك العقيقات اللي كيكونوا في الالوان، غادي نزين بشوكولا فيرميسيل. يعني التزيين كيبقى على حسب داكشي اللي متوفر، اولا على حسب اذا كانت عندكم الطلبيه، على حسب داكشي اللي كيتطلب منكم. طريقه التزيين ديالهم سهله، ما كتديش بزاف الوقت، غير دابا مع الحراره يعني باش نتفاداو ان داك الشوكولا يذوب. غادي نضيفوا واحد الملعقه صغيره ديال النشا الشوكولا، وعاد يعني ملي نذوبوا الشوكولات نخلطوا مع ديك الملعقه د النشا باش كنتفاداو ان داك الشوكولات يذوب من بعد، كيبقى الدونات الشوكولات شابر فيه. بالنسبه هنايا غادي نضيف كتزيين يعني ديك المربعات ديال الشوكولات اللي عندي المول ديالهم عملتهم فيه. وبالنسبه للتزيين راه اي حاجه يمكن لكم تزينوا بها، اي حاجه كانت متوفره او اي حاجه غادي تطلب منكم اذا عملتوها مثلا كمشروع غادي تزينوا بها. وبالنسبه لثمن البيع فكتحسبوا اي حاجه يعني خسرتوها في هذا الدونات، هي كتجمعوا الحساب وكتضربوها في جوج وكتقسموا على العدد ديال الميني دونات اللي خرج لكم، والعدد اللي كيخرج لكم هو اللي كيكون ثمن الحبه. المهم نتوما غادي تبداو في الاول اذا كنتوا يعني غادي تبداو في البيع ديالهم، فغادي تعملوا واحد الثمن اللي يكون مناسب، يعني بين 3 دراهم ابتداء من 3 دراهم 4 دراهم من الحبه، وكيجيو يعني مزيونين وكيكونوا مطلوبين. واذا كانت عندك مثلا كميه كبيره غادي تدي الكليان غادي يدي منك واحد الكميه كبيره، نقولوا 30 او 40 او 50، فغادي تعمل واحد الثمن اللي يكون عاود مناسب ابتداء من 2 دراهم من الحبه باش كتعمل الكليان ديالك، وفي نفس الوقت كيكون حتى تينا راه رابحه يعني رابحه فيهم البركه ديالك. كنتمنى انني نكون يعني عطيتكم جميع التفاصيل، واي حاجه خليوها لي في كومنتاريوس. انا قلت نشارك معكم يعني هاد الميني دونات هادو حيتاش كيجيو ساهلين وكيجيو مزيونين وكيتعملوا بزاف دابا في المناسبات، اعياد ميلاد، الحفلات، خصوصا الوليدات الصغار يعني كيعجبهم هادشي هذا. اولا ديك العربات اللي كيكونوا كيبيعوا في الزنقه حتى هما كيكون عندهم بحال هادشي هذا، كيكون عندهم مطلب، يعني تقدروا نتوما تبداو تخدموا بهم اولا توجدوهم غير ليكم في الدار. بالنسبه للماكينه ديالهم اولا الاله ديالهم راه الثمن ديالها ماشي غاليه، يعني عندها واحد الثمن مناسب على حسب يمكن على كل مدينه كيفاش كيكون الثمن ديالها. بالنسبه انا في يعني ديتها ب150 درهم، واحد الثمن اللي مناسب بمقارنه يعني معها هي دغيا ما كتوجد الميني دونات دغيا ما يعني ما كيوجدوا لكم، وكنحيدوا ديك التماره كامله. كما كتعرفوا ميني دونات كيديو الوقت بزاف في العجينه، في الخميره ديالهم، في الطياب ديالهم، كاين اللي كيقليهم في الزيت. هاد الطريقه هذه كتجي سهله وكتجي يعني دغيا ما كتديناش بزاف الوقت. كنتمنى ما نكونش هضرت بزاف. المهم وصلت لكم الفكره. كيف ما كتشوفوا هنايا كنكمل في التزيين ديالهم. زينوهم بالطريقه اللي بغيتو، زينوهم باي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه عندكم كيف ما قلت لكم زينوا بها. تقدروا تخليهم هكذاك حتى هكذاك كيجيو مزيونين، تقدروا تعملوا لهم غير الشوكولا ما تزينوهم حتى بشي حاجه اخرى، كيبقى لكم الاختيار. انا هنايا غادي نكون ساليت لي من الدونات اللي عندي، ساليت يعني التزيين ديالهم. كيف ما كتشوفوا عملت النص بالشوكولا السوداء والنص اخر بالشوكولا البيضاء، والطريقه ديالهم راه سهله كيف ما شفتوا، ما داتش معايا بزاف ديال الوقت دغيا ما وجدتهم. كنتمنى ان شاء الله ان يعني الفيديو تكونوا استفدتوا منه، ونكون عطيتكم يعني جميع اي حاجه يعني تقدروا تستنفعوا بها نكون قلت لكم في هذا الفيديو هذا. وملي كنسالي لي ميني دونات كاملين كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم، يعني تزيين بسيط ما فيهش بزاف ديال التماره، حتى هما كيف ما شفتوا الطريقه ديالهم سهله بزاف، ما فيهمش بزاف ديال تضييع الوقت، غير ما كيوجدوا معانا يعني واحد الوقت قصير. كيجيو مزيونين، الشكل ديالهم مزيونين، كيجيو صغارين حلوين. كنتمنى ان شاء الله انهم ينالوا الاعجاب ديالكم، وان يعني تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا.
واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا قناه كيتشن شيماء فمرحبا بكم في القناه، ما تبخلوش عليا بوضع اللايك والكومنتير، واذا وخليو لي اشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا باي حاجه جديده كتنزل في القناه. خليتكم على خير حتى نتلاقى معكم في فيديو جديد. بسلام عليكم.